بتبدأ أحداث قصتنا سنة 1948، وبصراحة هي مش قصة قوي. ده فيلم النهاردة بيتكلم عن حاجة بقى كلنا عارفينها، بس تخلونا نشوف الفيلم قال إيه. الأحداث بتبدأ سنة دخول اليهود لأرض فلسطين، وهي ولادة وظهور الكيان الصهيوني. سنة 1967 كانت الحرب بين الدول العربية والكيان، وهنا بتبدأ رحلات الفلسطينيين كلاجئين، وبتستولى إسرائيل على صحراء سيناء وهضبة الجولان، وكانت المفاوضات مستمرة بشأن الشرق الأوسط في واشنطن. بعد كده يا محمد بقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا سمر بعد كده سنة 1969 كانت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، وسنة 73 وبعد 4 سنين من انتخاب جولدا مائير رئيسة وزراء مؤقتة كانت فترة مليئة بالفخر طبعا بعد انتصارها في حرب الأيام الستة زي ما بيسموها. وفي خريف سنة 1973 بتتفاجئ إسرائيل بنتيجة غطرستها، وبنشوف جولدا وهي رايحة لجنة تحقيق أجرانوت القدس سنة 1974 وسط مظاهرات من اليهود الغاضبين، وبتدخل وبتقسم إنها تقول الحقيقة كاملة، وبتبدأ اللجنة بالكلام مع جولدا وتوجيه الأسئلة ليها. وبنرجع لأكتوبر سنة 73 وبنشوف مدرسة إيست فينشلي في لندن، والمعلمة كانت بتاخد المعلومات وبتوصلها للموساد الإسرائيلي عن طريق اللغة السرية اللي من خلال المعلومات دي بنفهم إن الحرب هتبدأ. وبنشوف جولدا في مطار تل أبيب وكانت مستاءة من استسلام النمساويين بعد استسلامهم للإرهابيين، وبتقابل زيفكا رئيس الموساد الإسرائيلي وبتسأله عن المعلومات اللي وصلت للمساعد عن ميعاد بداية الحرب، وبتسأله هو إزاي واثق في المعلومات دي، فبيقول لها إن الحرب وشيكة فعلا. فبتقول له جولدا أكيد، بس الوقت إمتى؟ فبتطلب جولدا من زيفكا إنه يسأل الجاسوس عن ميعاد موثوق لبداية الحرب، شيء ملموس تعرف تشتغل عليه. وبتقول له إنها هتروح بيت ابنها في تل أبيب تقضي هناك يوم الغفران مع ابنها. وبتقول له بعد كده إيه يا سمر؟ بتقول له بعد كده يا عبد القادر يتصل بيها على الخط الآمن. بتركب بقى العربية وبتروح لمركز هداسة الطبي، وبتقابل دكتور رونسفيلد، وبيقول لها الدكتور إن شربها كتير للسجاير والقهوة السادة بيصعب شغله جدا إن هو يقدر يعالجها. بيقول لها كمان إن الأمراض الليمفاوية دي بتكون عدوانية وعنيفة جدا، وبيطلب منها تاكل طبعا كويس وتاخد العلاج بصورة منتظمة. وبتطلب جولدا من مساعدتها إنها لو شافت عليها أي أعراض للخرف تخبي عنها وما تقولهاش، وبتوعدها المساعدة، وبتاخد من جولدا السيجارة اللي في ايديها، وبتعمل جولدا الفحوصات الطبية المطلوبة. ولما بتروح البيت بترد على التليفون وبتعرف من واحد اسمه مروان ان القوات الجوية المصرية نقلت اسطولها لطرابلس، وهتبدأ الحرب النهاردة بالليل. الكلام ده كان ايه؟ قبل 6 اكتوبر بكام ساعة يعني. فبتسأله لو واثق في المعلومات، فبيقول لها واثق في المعلومات. وبنشوف جولدا بعد كده في مكتب رئيس الوزراء في تل أبيب مجتمعة مع الضباط، وبتتكلم جولدا وبتقول إن مروان قال إن الهجمات هتبدأ عند غروب الشمس كده، وإن الدبلوماسيين الروس هيخرجوا من مصر وعندهم 12 ساعة بس عشان يجهزوا، وإن السادات بيكره الروس جدا ودي مش المرة الأولى اللي بيطردهم فيها. وبيقول واحد من الضباط إن المصريين محتاجين الروس عشان يشغلوا صاروخ سام، وقال إنهم مش عارفين الروس هيخرجوا من سوريا ولا لأ. وبيعرضوا صور للتجهيزات الحربية للجيش المصري، بيقولوا إن العدد والتجهيزات كتير جدا، وبيقولوا إن خطة المصريين فاشلة لأن خطة الشاذلي هي عبور القناة عن طريق الحفر، وإنهم عايزين يضربوا الاقتصاد الإسرائيلي عن طريق إغوائهم للجبهة كتير، وإنهم مش متأكدين إذا كان ده تهديد بس ولا في حرب فعلا، وإن كل دي توقعات. وبتقترح جولدا إنهم يجمعوا يعني كده على الأقل 120 ألف مقاتل احتياطي لو قامت الحرب. وبيعترض الضباط، ولكن جولدا بتكون خلاص قررت وبتنهي الاجتماع فورا. لا، عندهم حق فعلا، هي الحفر دي فكرة فاشلة. نرجع بقى تاني للجنة التحقيق اللي بتسأل جولدا إنها كانت واثقة في الجاسوس اللي قال لها الكلام ده ولا لأ، وكانت واثقة من معلوماته عن الحرب، وبتقول إنها كانت خايفة من القرار. فبيقول لها رئيس اللجنة إنها رئيسة الوزراء، وكان عندها يوم كامل تحضر فيه للهجوم، وهي كانت السبب في إن في أرواح ماتت. بنرجع تاني وبنشوف جولدا في اجتماع مع الضباط، وبيوصل لها أخبار إن المصريين بيعبروا بالفعل الحدود، وإن السوريين بيضربوا الجولان. المصريين ضربوا صاروخ كالت على تل أبيب. فبتنهي جولدا الاجتماع وبتتكلم مع موشي اللي هو موشي ديان يعني، وبتقول له ان ثقة الدولة فيه، وبتقول له قبل ما يروح الحدود يروح التلفزيون يطمن الشعب، وبعد كده روح ادي بقى الاعداء درس ما ينسوهوش ابدا. وبتكلم كيسنجر وزير الخارجية الامريكي، وبتقول له انها عندها مشاكل وهجوم على اسرائيل كمان، وبتطلب منه الضغط الدبلوماسي على الاعداء.
وقالت إن لو المصريين عاوزين يرجعوا أرضهم لازم يعترفوا بوجود دولة إسرائيل. وبعد خطاب موشي ديان على التلفزيون بتقابله جولدا وبتطلب منه يروح الجولان، وبتقدم جولدا خطاب للشعب بتقول إن إسرائيل كانت مستعدة للهجمة دي وإن تم التعدي عليهم، وخلصت جولدا الخطاب. وبيتسحق الجيش الإسرائيلي وبيتصدم موشي ديان من الهجوم على الجولان وفقدوا جبهة الشمال و100 دبابة. وبيجي ديان وبتتكلم معاه جولدا وبتعرف انهم نسفوا الجسور فوق الأردن وبتقول انهم يطلعوا الأسلحة النووية ضروري. تاني يوم بتعرف جولدا من ان المصريين عبروا القناة بالخراطيم زي ما احنا عارفين، وقالت له ان دادو بيستعد لهجوم مضاد، وقال لها ان هناك 40 شاب محاصرين في حصونهم وانهم لازم يوقفوا الهجوم ده. قالت له ان مش هي اللي هتاخد القرارات العسكرية، وكان بيحاول يوقفها بس هي ما سمعتش منه ودخلت مكتبها وقفلت عليها. وطلعت جولدا مع المساعدة بتاعتها وكانت خايفة جدا ان الامريكان يتخلوا عنهم ويسيبوهم. كانت المساعدة بتطمنها وتقول لها انهم اكيد مش هيخذلونا يعني. بعدين بتكون جولدا قاعدة مع العساكر وبتتابع المعركة، بتكون حزينة على اللي بيموتوا وبتعرف ان قائد سرب ادار مات، والعساكر بيكونوا بيستسلموا وبيطلبوا منهم انهم يبعتوا لهم مساعدة ضروري. وبتسمع صوت ضرب النار على العسكري اللي كان بيكلمهم، وبتسمع صوت المصريين وهما بيقولوا ان الصهاينة كلهم ماتوا والله اكبر. وبتروح جولدا وتاخد علاجها وبتكون بتعيط. بتروح بيتها وبتفضل تفتكر صوت اغاثة العساكر ليهم. تاني يوم يا عبد القادر بتجتمع جولدا مع العساكر وبيتكلموا انهم فقدوا 13 طيارة فانتوم و9 طيارات، ومات 11 طيار، وبيقولوا ان فاضل 400 واحد عالقين في القناة بيحاولوا طبعا ينقذوهم. وبتسأل جولدا دادو عن رأيه، قال لها ان المصريين ثبتوا بقوة فهم كده مش هيستسلموا وان السادات انتصر بالفعل. قالت له بس هو ما يعرفش ان هم انتصروا، وأمرت بيني انهم يقصفوا ضواحي دمشق فقط علشان بس يعملوا كده شوية ازعاجات ونوش للسادات. في اليوم الخامس بتكون جولدا في البيت وبيروح لها الجنرال شارون، فاكره ها؟ ودادو وموشي وإيريك وبعض العساكر، وبيديها إيريك بعض الصور لكشافة القناة وبيقول لها إن الجيش المصري التاني موجود هناك في الشمال، وبيوريها الخريطة ويقول لها إن الجيش التالت في الجنوب، وإن في المركز عند القناة مش محمي خالص، وإنهم ممكن يحطوا 50 دبابة قبل الفجر ويدفعوهم للشمال علشان بس إيه يثيروا الذعر كده. فبتسأل جولدا دادو هو الموضوع ده هينجح؟ فقال لها ان هو شاكك في الامر وممكن طبعا انه يسبب كارثه. فإيريك قال لموشي انه يتكلم، فقال له انه مش شاكك في شجاعته بس دادو عنده حق، وانه لو عبروا القناه العرب هيسحقوهم ومحدش هيقدر يوقفهم. دخل عليهم واحد قال لهم ان جاله اخبار ان المصريين هيجددوا هجومهم في يومين وهتعبر الفرق الرابعه وال21 للقناه علشان يدعموا الهجوم ده. فقال إيريك ايه بقى يا محمد؟ قال لها طبعا انهم لو عبروا القناة فالقاهرة مش هيكون عليها حماية. فجولدا قالت لا، ما اعتقدش ان السادات اول قائد عربي يهزم اليهود وانه بيشعر بالعظمة، فهنستنى عبورهم وهنشوف هنعمل ايه. وبعدين بتنهي جولدا الاجتماع وبتقول جولدا لإيريك انه هيحصل على فرصته وهيجعله رئيس وزراء، بس تذكر كل منصب سياسي هينتهي بالفشل. طبعا بتتكلم على نفسها. في اليوم السابع بتكون جولدا والمساعدة في العربية وبيروحوا للمستشفى، وبعدها بتكون مساعدة جولدا بتحميها وبيكون شعر جولدا كله بيقع، بس المساعدة بتسكت عشان ما تاخدش بالها. وبعدين بتقول لها جولدا انها مش هتكون هنا كتير وانها تعتني بنفسها. في اليوم الثامن بتروح جولدا للمكتب وتروح اجتماع وتعرف ان الدبابات المصرية فوق الجسور وانهم عبروا القاهرة بدون حماية وهيهجموا بعد بكرة عليهم. وبتوصل القافلة الامريكية عندهم، وبعدين بيكلمهم القائد انه شايف دخان وبيقول لهم ان المصريين في طريقهم بيعبروا سينا وانهم ما يطلقوش النار إلا لما يكون على مسافة 1000 متر، وإنهم ينتظروا لما يقتربوا أكتر وبعدين بيوصلوا وبيقولوا للمحطة الأولى إنهم يستعدوا لإطلاق النار، وفعلا بيضربوا النار وبينتصروا في الجولة البسيطة دي. اليوم العاشر بيكون موشي وجولدا بيقولوا إنهم هيهاجموا مرة تانية وإن عبور القناة مش هيكون سهل ومش هيعرفوا يعبروا القناة إلا عن طريق المنطقة اللي اسمها المزرعة الصينية. فقالت جولدا إنهم بيواجهوا تحالف غير أخلاقي بين السوفييت والعرب، دلوقتي غير أخلاقي يا ولية، وإنهم لازم يهزموه وإن الحرب مش هتنتهي إلا بوجود السادات على الضفة الشرقية. فبتسأل جولدا هل شارون يقدر يمرر دباباته عبر القناة، وبتسأله عن رأيه فبيقول لها العبور. بيحب يجيب من الآخر. هو متهور وخد على دماغه. تاني يوم جولدا واللي معاها بيراقبوا اللي بيحصل وبيكونوا بيقربوا من القناة. فبتسأل جولدا دادو ايه اللي بيحصل، فبيقولها ان شارون بيعبر القناة على متن قوارب مطاطية وهناك في معارك علشان يفضل المعبر مفتوح، وبعدين بيعبروا القناة وصلوا لأفريقيا ودخلوا مصر، وبعدين بيبدأ القتال وطبعا بيفقدوا الكتير جدا منهم وبيكون في كمين وبيتقتل 300 واحد.
طبعا دي عقلية شارون الجهنمية. اليوم ال 14 بيسأل الرئيس جولدا كم شخص مات بسبب عبور القناة، فبتقول له انه مات 700 شخص، وكذلك في 2000 جريح وحوالي 300 أسير. وبعدين بتسأل جولدا دادو فهم فين يعني، بيقول لها ان برين عايز يقطع الطريق بين القاهرة والقناة المحيطة عند الكيلو 101، فبتقول له يعني الجيش الثالث هيكون معزول؟ قال لها مفيش مية على الضفة الشرقية وانهم مش هيفضلوا كتير يعني. اليوم ال 19 بتكون جولدا في اجتماع وبيعرفوا ان قوات برين تقطع السويس بطرق القاهرة، وان الجيش المصري الثالث محاصر بالكامل. وبيجي اتصال من وزير الخارجية كيسنجر بيتكلموا جولدا وبيقول لها انه عليها انها تسمح بممر انساني، وانهم ما يقدروش يسيبوا 30 الف راجل يموتوا من العطش. فقالت له انه هيدولهم مية بس لما يرسلوا الأسرى بتوعهم، وان السادات لازم يوافق على اجراء محادثات مباشرة مع اسرائيل مش مع الكيان الصهيوني. فقال لها كده هيكون بمثابة الاعتراف بدولتك، كده مش هيقبل ابدا. قالت له لو رفض هتؤمر قواتها الجوية بالهجوم وكل الرجالة هيموتوا. قال لها لو الجيش التالت مات السادات هيفقد شرعيته، هيتم شنقه في ميدان التحرير. فقالت له الفكرة دي لازم تيجي في باله. فقال لها ان الروس بيستعدوا. قالت له ان هي عارفة. قال لها يعني كده هتبدأ القتال مع الروس؟ قالت له عليك الاختيار، لا اما تقف معايا او هي هتنشئ جيش من الارامل والايتام وان هي هتذبحهم كلهم. وقفلت. يا أخي أنا في حياتي ما شفتش بجاحة كده. اليوم ال20 وزير الخارجية بيتصل بجولدا وزير الخارجية الأمريكي طبعا، وبيقول لها إن السادات عايزها تبعت رئيس الأركان عند تقاطع طريق السويس القاهرة في الفجر. قالت له والروس؟ قال لها بيراقبوا. وبعدين بتكون جولدا في اجتماع وبيجي لها اتصال وبتعرف إن السادات بيقترح اتصال مباشر وإنه يتبادل أسرى الحرب، وقدم قائمة للصليب الأحمر وإن هو بيشير إليها باسم رئيسة وزراء إسرائيل. أهو اللي أنت كنت استريحت عايزاه يا أهو. ستي؟ ها. فرحت بقى جولدا انه اخيرا بيعترف باسرائيل، قال يعني كده اعترف. اليوم ال21 بتوصل لها اخبار وبتوصل الجثث ليهم، وبعدين بتكون جولدا بتكلم الرئيس وبتقول له ان احساسها قال لها ان الحرب جايه، بس هي تجاهلت الاحساس ده، وان الم خساره كل الاولاد اللي ماتت دي هيفضل في رقبتها لحد ما تموت. بعد سنة بتسمع جولدا الأخبار وهي في المستشفى إن مصر وإسرائيل عملوا معاهدة سلام، وبتموت جولدا على كده. طبعا الأحداث دي بتفكرنا بأحداث غزة دلوقتي واللي بيحصل في فلسطين الحبيبة، وكل الدعم من قناتنا لكل الفلسطينيين وكل سكان قطاع غزة.